نفسي كل حاجة تمشي زي ما كنت عايز، بس للأسف تقريبا كده آخرنا إننا نحلم، وللأسف شكلها مفيش مروح لكأس العالم. مفيش مروح؟ يعني ايه مفيش مروح بعد كل ده؟ احنا عملنا لك هاشتاج عبد الملك الى كاس العالم، انت ذات نفسك عملت فيديو داخل في المليون مشاهده، زي بقى بتقول مش هتروح كاس العالم؟ الظاهر كده يا اخواتي ده مش كفاية إن صانع محتوى زيي عنده كام ألف بس عشان يوصل صوته لشركات وقنوات بتدور على ملايين، وأنا ما عنديش الملايين دي لسه، ومش هيبقى عندي قريب حتى. طب قول لنا نعمل ايه، قول لنا نعمل ايه واحنا معاك. صدقوني انا ذات نفسي معرفش والله. عملت كل اللي انا شايف ان انا المفروض اعمله. انا بصراحه مكسوف اطلب منكم حاجه معينه تعملوها، مش عايز اتعبكم معايا واشيلكم هم حلمي، بس انا بقول ان عمري ما قناه او اي شركه تلاقي حد ممكن يجي من وراه استفاده او مشاهدات او اي حاجه تانية ايجابيه وهيرفضوا ان هم يدوله الفرصه. فيمكن لو اي واحد فيكم صور فيديو 10 او 15 ثانيه بيقول احنا عايزين عبد الملك في كاس العالم وهنتابع كاس العالم من خلالكم، ساعتها ممكن اي قناه او شركه تجيبني. ولفيتوا على كل المنصات اللي على السوشيال ميديا او كل القنوات اللي ممكن تغطي حدث زي ده وكتبتوا عايزين عبد الملك في كاس العالم، عمرهم ما هيرفضوا الحجم ده من البني ادمين. مش عايز اعملها ضغط لاني عارف ان عندي موهبه وعندي شغف وهقدر ان انا اقدم حاجه، بس مش شايف وسيله تانية غير دي اللي ممكن تحصل، لان انا عمري ما هوصل لملايين في الوقت القليل ده، وهم عمرهم ما يضحوا بالفطاحل بتوع المجال بتاعي عشان يجيبوني انا مهما كنت موهوب ومهما كان عندي شغف. مش هضحك عليكم، انا مش عارف اعمل ايه تاني. زي ما قلت لكم الموضوع في ايد ربنا ثم فيكم انتوا. هنوصل ونبقى في كاس العالم، لا اما هيبقى مجرد حلم جميل زي اي حلم شاب فينا راح مع اللي راح.